ميليشيات ليبيا استغلت الظرف السياسي والاجتماعي اللي تمر به ليبيا باش تتصرف بشاعة وبانعدام إنسانية. اليوم باش جينا وباش يحكي لنا كيفاش عاش هو بيدو الوضعية هذه وتباع وتشري. معك ربيع العلوي من سلطنة عمان. جايينكم من سياحة، يعني سياحة في تونس. تونس كانت هي من أحلامي من زمن الطفولة صراحة. شفنا العنصرية صراحة، يعني أنا ما أحدها في الشباب بس، بالعكس أنا أحدها في كبار السن. كبار السن جدا جدا عنصرية. فموقف من المواقف في محطة الترين أمس، مش يعني من زمان، أمس جاني واحد يعني بدون سبب. المحطة يعني كبيرة جدا، وجاي يدخل فيني يعني يقول لي يلا يلا وسع وسع. واحد في بعد نفس الشيء عند باب البحر، انا تفاجأت يعني يقول نحن نرميكم بالطرطوش او شيء ما اعرف شو. يقول انتم ما تسوون شيء نرميكم. قلت له يا عزيزي شو تقولها، بس يعني اسافر برشا، مسافر اكثر من 40 دولة الحمد لله. رحت شو في بالك، انا رحت ما عدا امريكا الجنوبية. وين في بالك رحت، من اوروبا الى اسيا الى ما خليت مكان، عرفتي كيف؟ وبالذات الدول العربية كلها لفيتها ما عدا تقريبا العراق واليمن ما لفيتها. فلذلك يعني احنا شفنا في الواحد يتعرض للعنصريه، بس صراحه مثل في تونس انا ما شفت. محمد علي شريف من النيجر، تحب تصفيقه كبير عليه. السلام عليكم. مرحبا. مرحبا بك. كيف الحال؟ مرحبا بك سي محمد علي. تفهم بالطبيعه باللغه العربيه، انت تفهم باللغه العربيه. محمد تفضل لهنا نغزر الكاميرا. أنا كنت عايش تحت عبودية 6 شهور في الصحراء. كل يوم الصبح يجي كعبد، ساكن كعبد تحت عبودية 6 شهور. والإهانة والضرب وكل شيء، إهانة والضرب، كأنه أنا مش إنسان ولا شيء. والعدد كبير يعني. عدد كبير في منطقة بني وليد، هذا معروف في منطقة بني وليد. ويسألكم أين وراقيكم زواد السفر. معك زواد السفر، تأتيهم زواد السفر تباك ويقرأ، ثم يقول لك انزل أركب سيارة تبعنا. يخرج من غير حتى فرنك فوقه. كان دبش ومشى من صبراته لزواره، وصل لطرابلس غادي يحاول يخدم يلم في الزبله منظف. تعرف على مهربين حراقه اللي باش يوصلوه لاوروبا، قالوا له جيب 100,000 دينار ليبي تطلع في باخر الاوروبا. خدم ودبرهم، مشى باش يحرق، ركب مع 35 افريقي حارق في فلوكه. خرجوا في الليل، الفلوكه نتاع الموتور سكتت ليسونس وفاق، قعدوا مطيشين في وسط البحر وبدات تغرق بهم، حتى لين جات خافره الحرس البحري التونسيه وانقذتهم الكل وحطتهم في مبيت المهاجرين التابعه لمنظمه الهلال الاحمر فرع مدنين. دونك كنت نحكي على انه بعد الحرقه دونك في وسط البحر صارت الكارثه، ولكن الحمد لله تم انقاذكم. لا الحمد لله، الجيش التونسي انقذونا واتى الهلال الاحمر، ونحن حاليا كنا في مركز الهلال الاحمر تبع تونس. الهلال الاحمر التونسي يعني. والله الحمد لله، ناس محترمين يحترمونا ويأتون الطعام وملابس وشباشب. ها أنا هذا كله من هلال الأحمر. أنا جيت ما عندي شيء، لما شفني أنت تعرف أنا فقير ما عندي شيء، هم الذين آتاني هذا هدية. الناس هذه ضروري نشكرهم ونشكر ربي. عليكم شوف، سألتكم بالله عيل خلفي هواوة. أنا بجي بس يا جماعة، أنا بجي بس هذا حد تونسي بالله. هات بالله تعال شوف بالله عيل قديش عمره، بالله تعالوا شوفوا وثقوا بس منظمات دولية بالله. تعال تونس. لا حول الله. تعال بخ على ميدي شوي. لا اله الا الله. بالله تعال وثق هنا وهذا بس، هذا شنو على اليسار، هذا تونس، هذا الحد الفاصل بين ليبيا وتونس.
يدخلوا فيهم والله يشتتوا اللوحات، الله والله يشتتوا. درجة الحرارة توا 50، عيل صغير عمره 3 شهور 4 شهور. انتم وين ماشيين؟ انتم وين يا دولة؟ وين يا تونس؟ وين يا تونس؟ حرام عليكم اللي تديروا فيه. هذا الحد راه بنجي باسم نكذبوا عليكم. هذا الحد الفاصل بين تونس وليبيا. من وين جايين بالله؟ من وين جاي؟ هذه يمها من تونس. ها؟ عدي جاي من تونس ولا؟ يا راجل حرام عليكم. شوي بشوي. الحمد لله. والله لازم. أنا في تونس الناس كلهم يحبوا الناس، تونسيين يحبوا الناس، ونحن نحب التونسيين. ربي يبارك فيهم، وإن شاء الله ربي سيحفظهم. صح. نشكر ساعة مجهود. سامحني صادق، منظمة الهلال الأحمر في تونس وخاصة فرع مدنين اللي يستقبل في العام فوق ال 1500 لاجئ إفريقي، الكل تسكنهم وتوكل وتشرب وتلبسهم وتوفر لهم إطار صحي باش يداويوهم، علما وأنهم اللي يخدموا في الهلال الأحمر يخدموا بشكل تطوعي، ياخذوا شوية دعم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومن تعاون اللي يتفرجوا فينا تو باش يحاولوا يعاونوا، وقد ما نعاونوا إخواننا الأفارقة، لأنه احنا أفارقة توانسة راهو، قد ما نعاونوهم إخواننا هذم وشوية معناتها خاطر يعيشوا في وضعية صعبة. أنتم اللي عندكم علم وتفكر إنه نحن إنسان أكوانكم، أما هذو الناس والله كلب خير من أفريقيا عند الليبيا، أكثرهم ميليشيات. كلب خير من أفريقيا. ما فيش حد منهم يتأمل معك كأنه أنت إنسان، كلهم يتأمل معك بالإهانة بالكراهة نعم. لكن اسمع، حد شيء ما يضيع. أنت في تونس في إخوانك في عائلتك، لا تخاف من أي شيء. شكرا لك. يعطيك الصحة. شكرا لك. نحب تصفيقة كبيرة. شكرا لك محمد عميد. الله وصيب الحب فرح الناس، يا ويل لما تحليب يا سيد الرئيس، تحليب شهر ما نحبوا شيء. في التقرير اللي التصوير هذاك اللي صار وقت اللي بيعوا في سوق العبيد، نحب نعرف كيفاش معناتها الصحفيه ولا صحافي اللي وصل للغاديكا كيفاش وصل للساعه سهلين بكاميرا كاشي ممكن بحال. اي كيفاش وصل وكيفاش حتى حد من الامن الليبي ما وصل، حتى صحافي من الصحفيين الليبيه ما وصل، حتى حد ما وصل هذيك كي تفضحت لانه تفضح في تقرير للسي ان العينين الكل توجهت عليه. فوزي يلا عندك تعليق؟ فوزي عندي تعليق. انا تعليقي الحق. شوف اقول حاجه، العبوديه هذه زمان ولا احنا كنا العبوديه كانت في عهد الجاهليه. كانت في عهد الجاهليه العبوديه كيفاش كانت الناس تجي وتشري البضائع وتخدم مع الناس، فما عندهمش باش يخلصوا الفلوس، فتستعبدهم الناس التجار دوكم يستعبدوهم ويخدموا معهم. لكن كي يخدموا معهم كان له الحق ان ياكل ويشرب ويعيش كانسان، لكن هو عبيد صح. فجاء الاسلام من خلال النبي صلى الله عليه وسلم وحرر العبيد. فما قول سيدنا عمر بن الخطاب قال: السلام عليكم، اسمي ناظم الطياري، اعلامي ليبي. حاب نوضح شيء مهم جدا. امس وانا نتابع في القنوات شاهدت قناه تونسيه اسمها الحوار التونسي، وبرنامج اسمه امور جديه. جايبين مواطن افريقي ويتكلم على استعباده في ليبيا ويتكلم على الاحشاء اللي حصلت له في ليبيا، وهذا شيء نحب نوضح رساله لكل الشعب التونسي ولكل العالم ان الفيديو يا اخواني راه مش كل شيء يسمع يصدق. الفيديو اللي نشر عن طريق قناه CNN الامريكيه فيديو ليس حقيقي ما نشر. الفيديو يوضح بيع البشر، راهو نحب نوضح لكم الفيديو مش بيع للبشر، راه الفيديو هو مزاد للمهاجرين. ياخذوا مهاجرين افارقه يحطوهم في مزرعه 300 400 مهاجر ويديروا عليهم مزاد، يجوا التجار بتاع الحرقه هم اللي يحرقوا، كل واحد يقول هذا بيهاجر ب 800، هذا حقه 1000، هذا حقه 1200 دينار، هذا حقه 800، وياخذوهم كلهم يديروا مزاد باش يهاجروهم، مش باش يبيعوا ويشروا. هذه بالنقطه الاولى. النقطه الثانيه رجاء لكل اخواننا في الاعلام التونسي، ارجوكم توضحوا وتثبتوا من اي حاجه تنشروها، وحتى الكلام الشعب الليبي والشعب التونسي انساب واصهار وعلاقات تاريخيه وجيران، ما نحبوش لا اعلامنا ولا اعلامكم يشوه العلاقه الليبيه التونسيه. لازم نركزوا في كلامنا وش ننشروا. يعني مع احترامي السيد كريم الغربي
شخص ممثل تونسي يعني عنده جمهور في تونس يطلع ويخرج يعمل شويه دراما، نكلمكم شويه باللهجه التونسيه باش تفهموني، يطلع يخرج يعمل لهجه فيها دراما هيك يبوسوا على راسه، واحد يقول متى استعبدتم الناس، يحبوا يخرجونا الشعب الليبي ان احنا شعب يعني جاهل وعايشين في العصور الوسطى ونبيعوا في البشر، هذا غير صحيح وغير موجود. لا فرق بين اسمر او ابيض الا بالعمل وبالاجتهاد وبالتقوى. الشعب الليبي كله تضامن مع الفيديو اللي ظهر في قناه سي ان وخرج وعمل سيلفيات، دار سيلفيات مع كل المواطنين الافارقه اللي عايشين في ليبيا، رساله توضيحيه ان الشعب الليبي شعب يعني راهو يتعايش مع كل البشر وشعب زي كل شعوب العالم. فارجوكم الشعب الليبي فيه الباهي والخايب، والشعب التونسي فيه الباهي والخايب، وكل شعوب العالم فيهم الباهي والخايب. ما تحكموش على اي عمل فردي بان الشعب الليبي كله، ورجاء حاولوا خفوا من وتيره الكلام اللي صاير والاستفزاز وبعض السكتشات اللي تعمل في فتنه هيك وتعمل في مشاكل بين الشعب الليبي والشعب التونسي. وان شاء الله ربي يحفظنا ويحفظ جميع الامه العربيه والامه الاسلاميه ان شاء الله. السلام عليكم. عدنا مشينا ولا غير دموعنا تواسينا، عدنا عينا ولا جينا لحد ولا شكينا. يكري ويلبس لبسه دوريجين وتليفونات الايفونات، واحنا نبدو نسيسوا قسما بالله ما نحبهمش، يستغلوا في بنات تونس راه والله يستغلوا فينا، يستغلوا في البنات، ما يشروا فيهم بالفلوس، يجا بحذايا ونعطيك ونعطيك، اقسم بالله صارت لي برشا مرات افريكان نمشي له اقسم بالله نمشي نقدموا توا قدموا له 500,000 باش نشرو حوايج انا وياه، الواحد افريكان في دندن الحاكم يطلب فينا واحنا باش نضرب فيه. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة تأذن لأعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالاحتفاظ ب4 شبان وإدراج 5 بالتفتيش إثر تورطهم في اختطاف فتاة قاصر واحتجازها والاعتداء عليها جنسيا ومطالبة أهلها بفدية مالية مقابل تحريرها. وحسب ولاية منوبة مفيدا باختفاء ابنته البالغة من العمر 15 عاما وانقطاع أخبارها وتلقيهم مراسلات من مجهولين تطالبهم بدفع مبالغ مالية هامة، وتبين فيما بعد أنه تم اختطافها بمكان منزو بمنطقة تبربة والاعتداء عليها جنسيا. أنا عنصرية إلى النخاع، نحن عنصريين على خاطر بلادنا، ما نحبوا حد أفريكا ماهوش مورق ماهوش متجنس ماهوش ولد بلاد يقعد في تونس. سامح Moi Pedro, moi Ismaël, non, Ismaël كان بابا moi Pedro, شو ما لا شوف لي بابا دي ولا مرضى بابا سامع كوشون تاع بوز دوس بالي ما فايو بوز اي كده بومبانا يا لا لا بوجي ده ولا فاهم كوكا كده اشكون منكم جولي الفيديو هذا لليبيا رغم الفتنه اللي صايره في بلادكم ورغم القواده الليبيين اللي يحبوا يبيعوا ليبيا، حطيتوا اليد في اليد ابناء عمر المختار وسكرتوا مقر المفوضيه لشؤون اللاجئين. معلميه برجوليه ما عندي ما نقول تريس رجال الليبيا اخويا رجال. تو تتعدى بالطياره فوق ليبيا تسمع كان اخرج شنتبي خرجوها نطفوها البلاد شعلك خرجوا قواده قال لك ما ثماش خدامه قواده هذاكم قواده راه نعطيكم من الاخر. تتعدى في الطياره من فوق تونس قام عذاب القبر ناموس دبان افريكا او تتعدى فوق الجزائر تلقى مخشوماتهم كل منقار كي يغزلوا للطياره كالجبولات عاملين هكا خشومات. برجوليه رجال نور افريق الليبيه او